قبل ما تقولي ده نشوى النهارده عامله كشري مصري، اتفرجي على الفيديو للاخر عشان هقولك على استخدامات حلوه جدا للعدس بجبه. يلا بينا مع بعض نبدا، ولو عجبكم الفيديو شجعوني بلايك كتير ونقول بسم الله. مبدئيا كده هنبدا بكوبايه من العدس بجبه، طبعا منقياه. لو في اي حاجه كده مش نظيفه ولا كده نبتدي ان احنا نتخلص منها. طيب علشان نسرع عمليه التسويه بتاعته بنضيف عليه كوبايتين من الميه، والميه هنا يا جماعه لازم تكون بتغلي، ميه سخنه جدا جدا، وهنسيبه لمده 45 دقيقه. حل عندك على النار بتعملي ميكس بين الزيت والسمنه، او زيت وزبده، معلقتين زيت عليهم معلقه صغيره من السمنه او الزبده. معايا بصلايه كبيره مقطعاها بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده. بقعد هنا اقلب البصله، اقلبها لحد لما تتحمر معايا وتوصل للون اللي هو تبقى داخله على اللون البني كده شويه زي ما انتوا شايفين معايا كده. الحقيقه انا معرفش هي هنا البصله عملت الفقاقيع الكتير دي ليه. لو انتوا تعرفوا يا ريت تنزلوا دلوقتي حالا وتكتبوا لي. بعد كده بضيف عليهم معلقه صغيره من الثوم المهروس اللي كنا عملناه قبل كده مع بعض، وشويه توابل. تعالوا اقول لكم التوابل بتاعتنا ايه النهارده. معايا كمون، ومعايا كزبره، معايا كركم، وكمان معايا معلقه صغيره خالص من الجنزبيل او نص معلقه كمان. هضيف عليهم كمان فلفل اسود ومعلقه صغيره من هريسه الشطه، وكمان معلقه كبيره من معجون الطماطم او صلصه الطماطم. هقلب كل المكونات دي مع بعض، وهنا انتوا هتشموا ريحه حلوه جدا. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هضيف الميه. اي ميه هنضيفها النهارده لازم تكون سخنه جدا جدا. كوبايتين كبار من الميه. هظبط الملح بتاعنا، وطالما ضفنا صلصه يبقى هنضيف نص معلقه صغيره من السكر عشان تقلل نسبه الحموضه شويه. ده بقى العدس بجبه بتاعنا الحلو اهو. بعد ما سيبناه 45 دقيقه صفناه، وهننزل بيه على الصوص اللي احنا عملناه ده. ولو عرفتوا الاكله ديت بلدها ايه يا ريت تنزلوا برضو تكتبوا لي. الحقيقه انا اتفاجئت بطعمها يا جماعه. ضفت عليها كوبايه من الميه، وهسيبها كمان 45 دقيقه على نار متوسطه. وتعالوا بقى شموا الريحه معايا، شموا الريحه معايا، وهاتوا عيش كتير. وممكن ناكل معاها بطاطس محمره مثلا. لا احنا عاملين دايت، بلاش بطاطس محمره، خلينا ناكلها كده. لو اكلتوها بالمعلقه كمان الله. انا عايزاها بس توصل معاكم للقوام اللي انتوا شايفينه معايا ده، ما يبقاش فيها صوص كتير. واستني ده في خطوه بقى هنا خطيره جدا. اي نعم هي مش هتنفع مع الدايت خالص، بس لازم تعمليها. هتجيبي بقى معلقتين كبار كده من السمنه او الزبده، تقدحيهم يعني تسخنيهم كويس جدا، وتروحي عامله طشه كده، وشويه كزبره بقى من فوق الوش، وتاكلي بقى. والله كلي بقى وادعي لاختك نشوى دعوه حلوه ولك بالمثل. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك كتير وشير كتير. هستنى كمان تقولوا لي لو عرفتوا اكلتنا النهارده من اي بلد، تكتبوا لي على طول في الكومنتات. بحبكم جدا جدا. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.